تخرج لها كشكوشه من فمها تا باللي راه ما يتعتق فيها تعرق. قصه ديال السفاح اخطر مجرمه في التاريخ المغربي في مارتين، راضيه اللي سخط عليها الله، اللي خلى راضيه تصفي هذا راجلها. وشنو هما الاسباب اللي خلى باش تغطي على الجريمه ديالها؟ تاكد الناس باللي راجلها راه مشى وخرج. كتبكي جوج الليل ويوميا خطيبتي للكوميساري، ودائما كتسول على السبيطارات فين مشى راجلي. عباد الله بغيت راجلي، انا بغيت راجلي. طلع للسمعيه هبط الله رضي طلع راجلي. لا ليا وليدات زاد في حالو، مشى عند الخامجه، انا دايره بوحدي. كتبين لك السيده والناس تعاطفوا مع راضيه ضدا مع الزوج، يعني وخلى مراته وخلى وليداته مشى مقصر مع راسه. يعني عارفينو الزهوه راضيه اللي سخط عليها الله، دايره العرس لبنتها في ذاك الكراج بالضبط، تما فين دايره القاعه، تما فين جوجات العرس، تما فين بردات غديده في التركاز، تما فين شطحات، تما فين درت فوق قبر ديال راجلها راضيه اللي سخط عليها الله. رجعوا للدري اللي هو شريف. واحد المره ناقش هو وامه، كان شي نقاش بينه وبين امه، قال لها كتبي لي الطوموبيل ولا كتبي لي الدار، كتبي لي شي حاجه، المهم كون في سميتي انا. قال لها والو، تكتبي لي الدار اولا تكتبي لي واحد الطرف من البقعه اللي جاتك من الورث، وحنا بخير. ما بغيتيش غنديكراري بك باللي راك انت اللي قاتله الوالد. شحال من مره تناقشوا عده مرات، تناقشوا ديما كيتناقشوا ديما الغوات، والغوات ديالهم كتسمع حتى للزنقه. السيده مرضها ولدها بهاد الهضره ديال التهديد، يعني الكلمه ديال التهديد، راه غنعيط للبوليس ولا غنقول للبوليس وغنفعل للبوليس يعني دار ليها ضجيج في دماغها، خايفه يجي واحد النهار ويمشي يذكراري بها. راضيه اللي سخط عليها الله، شنو غدير؟ انا نصفيها لي، يعني قادها له. جاي من العمل، جاي داخل لقى باش قتلات باه، قتلاتو به حتى هو، ولا جريمه ثانيه بدون شعور بلا ما تشعر. وهذه هي الدعوه ديال عمة عزوز. عمة عزوز استجب ليها الله بالدعاء. راضيه اللي سخط عليها الله، شدات ولدها فاش قتلاتو كما قتلات باه، دفناتو حفرات الجهه فين كاين باه، حطاتو عليه كاين باه لتحت وشويه ديال التراب، حطات الدري، غبرت عليهم، درت لهم كياس، درت لهم السيمه، درت لهم الزليج، دصات الدار، دصات الكرا، يعني باش الاثار مبقاش يبان. راضيه اللي سخط عليها الله. واحد الوقت ولدها غبر ما بين ليله وضحاها، الدري غبر لي اثار، فين مشى الله اعلم. صحابو كيجي عنده للدار كيدقوا عليه كيسولوا عليه، انت راضيه فين مشى شريف وفين غبر شريف وفين مشى شريف؟ قالت لهم الدرهم مشى للجزائر فكيسلم عليكم، الله يرحم الوالدين ما عطينا التليفون ديال شريف باش نتصلوا به. قلنا نسولوا على صاحبنا وصديق ولد الحومه، ولا نسولوا كيفاش داير القضيه في الجزائر وكيفاش دارت الدنيا، ونبقاو التواصل بيناتنا. راضيه اللي سخط عليها باش تاكد الجيران والعباد الله باللي راه ولدها راه باقي حي، فتحت واحد الحساب في الفيسبوك كتواصل معاهم بطريقه ولدها دائما هكا. راضيه اللي سخط عليها الله. واحد المرات خلات البنت اللي تراجع عند راجلها، هاد المجرمه هاد السفاحه هي اللي كانت السبب، تطلقت بنتها من راجلها، يعني ولات البنت ديالها اللي مزوجه اللي هي بوتينه رجعات عند امها، سكنت معاهم في الدار وبقى عايشه معاهم. البنت سقط الخبر، خوها طريقه باش مات وشاك في باها باللي توفى. باها ما كان ساق ليه الخبر، ولكن خوها عارفه باللي راه امها اللي قتلات، باش نوقع شي سوء تفاهم بينها وبين امها. البنت راه عارفه باللي خوها قتلاتو، في هذيك اللحظه خصها تصفيها ليها. اللي صدم الجيران اللي شافوها هي البنت، يلاه جايه وهضرت مع واحد ملحن، ضحكات ناشطه ما بها والو، خلات من با 5 دقائق امها كتغوط فوق السطح، بنتي انتحرات بنتي. ولكن هي اللي عطاتها ديك المصيبه اللي عطاتها، وديك المصيبه اللي باش قتلات راجلها وقتلت بها ولدها، عطاتها لبنتها قلاتها حتى تشوط. تشوف فيها تخرج لها كشكوشه من فمها، تعرفها راسها باللي راه ما يتعتق فيها تعرق، خلاتها حتى يعني تشوطات من الداخل ديالها، عاد طاحت كتغوت حتى عارفه واخا قايله. راضيه اللي سخط عليها الله باللي راه ما عادش يعتق. حرات بنتي فعلى بنتي دايره بنتي الله، راجلي مشى ولدي مشى، مبروك عليا بنتي حتى هي البنيه حتى هي فكرت باها وبقى فيها الحال، الصداع بينها وبين راجلها بقى فيها الحال، هي انتحرت. الناس صدقوها وصلت للسبيطار، الله يرحمها مسكينه، الدم والامانه امانته. راضيه اللي سخط عليها الله. واللي مفجر هاد القصه هادي تخرجات مده 12 عام. واحد جوج خوتها، داك اللي كان مشارك في الجريمه اللي في الجزائر، وهذا اللي في القنيطره، شوف شنو غيوقع. هذاك اللي في الجزائر هضر مع هذا اللي كاين في القنيطره، صيفط له واحد الوكاله، داك الارث عندنا تصرف فيه انت عارف راسو باللي راه ما غاديش يدخل منه، عارف راسو راه مزبلها، الارث خصو يعطيه لخوه. سير قول راضيه تقسموا معاك، مشى عند اختو
اختي شنو كاين راه بغيت حقي وحقه. قالت لي والله لا كان لي. الا وصلتي ودنك عضها الله يهديك اختي. بداو كيتخاصموا بعضياتهم، تدخلوا للمحكمه. راضيه ناضت دعات خوها. السيد هضر مع خوه اللي في الجزائر، قال اخويا راضيه راه شاده معايا الزكيه دعاتني. الاخر في الجزائر قال زكا اللي هي اختنا اش غدير ليها؟ سير ديكلاري بها عند البوليس، هي اللي قاتله راجلها ودفناها في الكراج، وفين تدفنها وفين تندفن، باش يجيو البوليس يهزوها ويسدوا عليها. رجعوا ديك الساعه حنا نعيشوا بخير وعلى خير. واش بصح هادشي كتقول اللي تنهضر معاه راضيه اللي سخط عليها الله. دري فوق نيطره ماشي من المعجزين، مشى ديريكت الكوميساريه اللي فوق نيطره. السلام عليكم. السلام، انا اخوك الريطه اللي جبت نديكلاري بها بلي راه هي اللي قتلت راجلها اللي هو سميتو عزوز. شريف هادشي اللي كتقول لينا راه ماشي اللعب. واش انت مبوق اولا مقرقب اولا مغبر؟ قال لهم انا كنهضر معاكم امن مكمل بعقليتك. قلت لكم راه اختي راضيه هي اللي قاتله راجلها عزوز. فين؟ في مارت. الامن تحياتي اللي اتصلوا ولا بصحابهم اللي في المضيق.